وصفة رائعة وفعالة ومجربة الإخوان والأخوات، وحتى من المكونات ديالها موجودة عندكم في الكوزينة ديالكم. كتقضي بل كتفرتت بصفة نهائية شي حاجة سميتها الجير أو هذاك الكالكار اللي عندكم في السنانات ديالكم. وتصوروا معايا الإخوان والأخوات، هذا الجير هذا أو هذا الكالكار هذا كيبقى كيطيح بوحدو بفضل هذه الوصفة هذه. أنا غادي نعطيكم هذه الوصفة هذه في سبيل الله، والله ما نخبيها عليكم خوتي وحبابي، والحاضر يعلم الغايب. المهمة العزيزة تاعتكم الإخوان والأخوات، بارطاجيو معكم هذا المنشور هذا على نطاق واسع. الطريقة ديالو سهلة ومهلة وما كاينش مسهل منها. غتخلطوا مع بعضياتهم هاد المكونات هادو اللي غادي نقول لكم عليها دابا، وها سنانكم مرتاحين وحتى الملمس ديالهم رطب. السلام عليكم. هاد الوصفة مضمونة ومجربة وموثوقة، كنتمنى تبارطاجيوها. ممكن شي حد آخر الله يحسن العوان يكون محتاج ليها. الدال على الخير كفاعله. ضغط على زر إعجاب وصلي على رسول الله وقيد عندك هاد الوصفة. أول مكون هو القشرة ديال البنان الإخوان والأخوات. بالحق غادي تاخدو فقط غير هادوك الألياف الدخلانيين ديال الجغلة ديال البنان. غتشدو هذيك القشرة ديال البنان وغادي تكرطوها بحال هكذا من الداخل بشي معلقة، وغتحصلوا على هذيك الألياف وغادي تحتفظوا بهم في شي زلافة. ثاني مكون هو الليمون. الحامض هو هذاك، غتحتاجوا حامضه وحده غادي توفي بالغرض، غير هي تكون صفراء اللون. غتشدوا هذيك الحامضه غتغسلوها مزيان وغادي تقطعوها على جوج، وغادي تعصروها بحال هكذا على هذيك الالياف ديال هذيك القشره ديال البنان اللي درتوها في هذيك الزلافه. باقيين معايا الاخوان والاخوات، تبعوا معايا عافاكم هذه الوصفه هذه حتى الاخر وما تزطيوش. هذه الوصفه هذه راها فعاله ومجربه 100%. والمكون الثالث الاخوان والاخوات هو الملحه. غتاخذوا واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، هذيك الملحه الرقيقه اللي كنطيبوا بها، ماشي هذيك الملحه الغليظه، باش ما تبقاوش تخيبروا عليا في لي كومونتير. مفاهمين الاخوان والاخوات؟ واخا رابع مكون وهو الاخير هو معجون الاسنان. اي معجون، هذاك المعجون اللي عندكم في الدار واللي كتستعملوا، غتاخذوا منه كذلك واحد المعلقه صغيره وغتضيفوها على هذاك الخليط. هاد المكونات هذه اللي هضرنا عليها كلها الاخوان والاخوات غادي تخلطوها مزيان، تبداو تخلطوها مع بعضياتها بحال هكا مزيان حتى تولي بحال شي كريم تماما. نرجعوا دابا لطريقه الاستعمال، وكما قلت لكم عليها سهله ومهله. غتحتاجوا فقط شيته ديال السنان، هذيك الشيته ديال السنان ديالكم اللي كتحكوا بها سنانكم، غادي تاخذوا بها هذاك الخليط وغادي تبداو تبروسيو بها لي دون ديالكم بحال هكا بطريقه دائريه الاخوان والاخوات لمده 3 ديال الدقائق. واسمعوني مزيان دابا الله يجازيكم بخير، هاد الطريقه هذه غادي ديروها 3 ديال المرات في النهار. سنانكم غادي يفاجئوكم من بعد وتفكروني غادي يوليو بيضين، وهذاك الكركر اللي فيهم غادي يتفرتت وما غاديش يبقى. اللي باقي ماشي ابوني يتابونا مع الفريق ديالنا فضلا وليس امرا. تحياتي الاخوان والاخوات. جميع الوصفات اللي كننشروا في هذه الصفحة هي وصفات طبيعية، وصفات مضمونة مجربة موثوقة، وصفات غير مكلفة ومن الكوزينة، وصفات كخضر أو فواكه أو بعض الأعشاب اللي اعتادوا الأجداد ديالنا يتداووا عليها. حنا ماشي أطباء وماشي دكاترة وماشي أخصائيين، ولكن كنحاولوا ننوروكم بوصفات اللي كنبحثوا عليها يعني، وكنحاولوا ما امكن نجيبوا شي حاجه اللي تنفع المتلقي وتنفعكم انتوما. كنتمنى تبارطاجيو، كيف كنتمنى تضغطوا على زر اعجاب وتخليوا لينا شي تعليق زوين هكذا، ان شاء الله غادي تشجعونا. صليوا على رسول الله، نتلاقاو في وصفه جديده. شكرا لكم، السلام عليكم.